أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. مشاهدينا الكرام، نبدأ نشرتنا الإخبارية لهذه الفترة بأهم العناوين. تنظيم حملات ناجحة لتطعيم الماشية في مديرية لوغو عنسبة. مزارعو أوغارو يوضحون بلوغ مزروعاتهم إلى مرحلة جيدة. جمعية سجنية التعاونية للألبان تبحث سبل تقوية أنشطتها. رئيس وزراء ماليزيا يدعو الصين للمساعدة في حل المشكلات المالية. الاتحاد الأوروبي يبشر بانتهاء أزمة اليونان الاقتصادية. وتكثيف جهود الإغاثة في لومبوك بإندونيسيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نظم فرع الثروة الحيوانية في القاش بركة وشركائه في العمل حملات ناجحة لتقديم الرعاية البيطرية الأساسية للمواشي في مديرية لوغو عنسبة. واشتمل التطعيم على تقديم لقاحات ضد الجديري المائي الذي يصيب الأغنام والماعز وضد داء سعران الكلاب. وأوضح مسؤول فرع الثروة الحيوانية في المديرية سيسومونا مانييل أهمية التطعيم والوعي الراسخ في المواطنين عامة وخاصة أصحاب المواشي، والذي لعب دورا كبيرا في إنجاح البرنامج. ونتيجة لذلك ازدادت نسبة التطعيم هذا العام، حيث زادت نسبة تطعيم الأبقار ب11% والأغنام والماعز بنسبة 10%. وأشار السكان إلى أن حملة التطعيم الجارية ظلت تساهم جيدا في صحة ماشياتهم وتنمية إنتاجها، مؤكدين مساهمتهم الواعية لإنجاز البرنامج المنتظم في مختلف الأوقات. هذا وتبعد مديرية لوغو عنسبة إحدى مديريات إقليم القاش بركة 34 كيلومترا من العاصمة أسمرة إلى الناحية الغربية. صرح مزارعو منطقة أوغارو بمديرية أعالي القاش بأن مزروعاتهم بلغت إلى مرحلة جيدة بفضل زراعة أراضيهم الزراعية في أوانها وانتشار هطول الأمطار الذي لا زال مستمرا. وأكدوا بتأخير الأنشطة الزراعية نتيجة لتأخر هطول الأمطار في مناطقهم، إلا أنهم وبفضل القدرات الكامنة وزراعة المزارع في أوانها والأمطار الغزيرة وصلت المزروعات إلى مرحلة مبشرة. وأوضح مسؤول المزروعات في المديرية شاب تخلو منقس زراعة أكثر من 26 ألف هكتار بأسلوب عصري وتقليدي، وأغلبها الذرة الرفيعة والدخن والسمسم، فيما وصلت مزروعات الطاف والمزروعات المماثلة إلى مرحلة جيدة. وأوضح بلوغ المزروعات في المديرية وخاصة في الجهة الجنوبية والمنطقة الوسطى للمديرية إلى مرحلة الإثمار بفضل انتشار الأمطار الواسع وجهود المزارعين، فيما توجد المزروعات الأخرى في مرحلة جيدة. بحثت جمعية سجنية التعاونية لألبان الأبقار تقوية أنشطتها بحل النواقص والقصور السابقة. وتم التباحث في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء الجمعية ووكلاء وزارة الزراعة أهم النواقص الإدارية للجمعية في العام الماضي. وقال رئيس الجمعية سيد دانيال كفلماريان إن الجمعية أنتجت خلال 6 أشهر مضت 34 لترا من الحليب، حيث تم بيع نصف هذا العدد إلى الشعب والنصف الآخر إلى المؤسسات التي تصنع الألبان. من جانبه أشاد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية سجنيتيا سيد إياسو أسفاو بالإنتاج المرضي لأعضاء الجمعية، متحملين نقص علف الحيوان في العام الماضي، ومناشدا الأعضاء إلى العمل لحل مشاكلهم الإدارية وتعزيز إنتاجهم والنظر بعيدا لتوسيع إنتاجهم إلى الأسواق الأخرى إضافة إلى أسواقهم. تبرع الإريتريون المقيمون في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من البلدان بأكثر من 19,000 يورو و9,700 دولار أمريكي لتنمية صندوق أمانة الشهداء ورعاية أسر الشهداء. وبموجب المعلومات الواردة، تبرعت الجالية الإريترية في جنيف السويسرية بمبلغ 4,360 دولار أمريكي لتبني 6 أسرة للشهداء، فيما تبرعت الجالية الإريترية في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 5,405 دولار، والجالية الإريترية في نوربرغ الألمانية وضواحيها بمبلغ 3,000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء.
وأشارت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في هولندا إلى أن الإريتريين المقيمين في مختلف الدول الذين اجتمعوا عبر الفيسبوك باسم فليتم توعية وتنظيم وتسليح الجماهير تبرعوا بمبلغ 16636 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد القيادة العليا الصينية إلى المساعدة في حل المشكلات المالية لبلاده، فيما يسعى لإعادة النظر في مشاريع مدعومة من بكين أبرمت أثناء ولاية سلفه الذي شهدت فضائح. ويندد مهاتير محمد والذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد فوز مودو في الانتخابات في مايو بعدد من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه نجيب عبد الرزاق مع شركات حكومية صينية. وعلقت حكومته مشاريع مدعومة من الصين بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، بينها سكة حديد رئيسية. وتعهد مهاتير إثارة قضية ما يعتبره شروطا غير عادلة في عدد من الاتفاقيات خلال زيارته التي تستمر 5 أيام. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشانغ في قاعة الشعب الكبرى، شكر مهاتير للصين موافقتها على زيادة وارداتها لبعض المنتجات الزراعية. أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن اليونان طوت صفحة الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها، وأصبحت عضوة طبيعية في العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وذلك مع خروج اليونان رسميا من برنامج الإنقاذ المالي الدولي الذي ظلت به ل8 أعوام. وقال بير موسكوفيتشي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية إن اليونان تبدأ مرحلة جديدة بعد مرور 8 أعوام كانت في غاية الصعوبة، حيث خضعت اليونان ل3 برامج متتالية. ولفتت التقارير إلى أن برامج الإنقاذ الثلاثة خلال أزمة منطقة اليورو كلفت 258 مليار جنيه استرليني، مما يعد أكبر إنقاذ مالي قط يحدث في العالم. خلال تلك الفترة عانت اليونان واحدة من أسوأ فترات الركود في تاريخ الاقتصاد، وحدثت الأزمة بخروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة. قالت السلطات في إندونيسيا إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع هزات أرضية قوية في جزيرة لومبوك، وتلك الهزات هي الأحدث في سلسلة من الزلازل ضربت المنطقة وقتلت المئات وأجبت الآلاف على الفرار من منازلهم في الأسابيع الماضية. وقتل ما يقرب من 500 شخص في زلازل وتوابع منذ 29 من يوليو في أنحاء الساحل الشمالي للجزيرة التي تقع إلى الشرق من بالي، أبرز مقصد سياحي في البلاد. وقال سوتو بورو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث إن السلطات تكثف جهود الإغاثة وإعادة البناء. وأشار إلى أن أكثر من 100 هزة تابعة سجلت منذ زلزال مساء الأحد الذي بلغت قوته 9.6.9 درجة، وتسبب في فرار السكان إلى الشوارع وهم في حالة من الفزع، وأيضا في قطع خطوط الكهرباء والاتصالات في أنحاء الجزيرة. يأتي زلزال يوم الأحد بعد أسبوعين من وقوع زلزال آخر بقوة 6.9 درجة أودى بحياة 460 شخصا في لومبوك، وبدأت على إثره جهود ضخمة للبحث والإنقاذ والإقاصة. في النبأ الأخير، حلقت طائرات ورقية في سماء سريلانكا بعدما توافد عشرات الآلاف إلى حديقة جالي فيس جرين التاريخية في العاصمة السريلانكية كولومبو للمشاركة في المهرجان الدولي للطائرات الورقية. وحسب فضائية يورو نيوز، وصل 3000 شخص حاملين طائراتهم الورقية إلى مكان الحدث آتين من جميع أنحاء آسيا. مهرجان الأحد هو ثاني مهرجان تنظمه ديرا انترناشونال للطائرات الورقية، ويعقد للعام الثاني على التوالي، ويأمل المنظمون أن يجعلوا منه حدثا سنويا.
نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، أكرر مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.